وحان وقت الهوجة، اشهر فرع لبرجر كينج في التاريخ. خلوني الغي اخر فيديو. ممنوع ان انت تميكس المخدرات. انا فعلا مش عارف اقف. اهلا بكم في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، وانا هموت من البرد فانزل بالانترو. كنت جايب اتوبيس من امستردام، وبعد كده وقفنا زي ترانزيت كده في هامبورغ، وبعد كده المفروض نكمل بالاتوبيس لكوبنهاجن. فصحونا من الاتوبيس وقالوا لنا ان احنا نركب زي عباره كده كبيره، بس الصراحه العباره فيها كل حاجه، يعني مطاعم، كافيتيريا، فيديو جيمز، والعاب للاطفال، فيها سوبر ماركت، يعني بصوا فيها كل حاجه. والعباره هتقعد تقريبا 40 دقيقه، بس الجو عالي جدا ومطر، فانا عامل زي فيلم اسماعيل ياسين كده، عمال اروح يمين وشمال وحاسس ان انا هدوخ اصلا وانا بصور البتاع ده. عمري في حياتي ما شفت بحر كده. انا فعلا مش عارف اقف، مش عارف انتوا اصلا سامعيني ولا لا. أنا حاليا في مرحلة البحث عن تمثال ليتل ميرميد، والمفروض إن تمثال ليتل ميرميد ده ليه جزء مهم يعني في الثقافة الدنماركية هنا، فإحنا المفروض نفضل ماشيين كده على طول لحد ما نوصل للتمثال. وأنا زي ما قلت لكم من شوية إن أنا كنت رايح أدور على تمثال الميرميد، ولكن المنظر هنا رائع يعني، فكست الميرميد دلوقتي وقلت أنزل اتفرج على المنظر ده واتمشى جنبه كده شويه. هو بص، هو المكان عباره عن ان في ميه وشويه زرع، وبعد كده ده زي ممشى عجل وجري وكده، فمكان مريح للاعصاب والله. شايفين الزحمة دي كلها عشان ده تمثال الميرميد اللي انا كنت عايز اجيله. دي مجموعة من الناس بيجروا وبعد كده يقفوا عند الاماكن المميزة ومعاهم زي جايد كده يشرح لهم. فهم حاليا عند الميرميد والراجل ده عمال يشرح لهم، وبص هتلاقيهم حتى في لبس الجري، او هيكملوا جري دلوقتي ويروحوا بقى المكان تاني مشهور وهكذا. بالذات ان احنا في الشتاء وفي الشمال، فالدنيا بتلاقي بدري قوي، مع ان يعني ما فاتش 10 دقايق او ربع ساعه من ساعه ما كنت عند الميرميد الدنيا كانت منوره. على ما جيت هنا كان خلاص، يعني كانت الدنيا ابتدت الشمس تغرب والاضاءه هتبقى سيئه يعني. ف بكره الصبح ان شاء الله هكمل لف في البلد، هوريكم البلد واحكي لكم شويه قصص كده. بكره ده اللي هو بالنسبه لي يعني بكره في السفريه، لكن انتوا بالنسبه لكم كملوا فيديو عادي هتلاقوا فيه كل حاجه. دلوقتي ممكن نتمشى كده شويه، او ممكن اصلا اسيبكم مع المنظر بتاع الغروب ده تتفرجوا عليه شويه حلوين كده. منظر رائع جدا. صباح الخير. انا لسه معايا براونيز من بتاعت امبارح، هو كان عليهم عرض فاخدت 2. هو انا خلاص عملت تشيك اوت، هطلع الف شويه في البلد عشان اوريكم الحاجات اللي انا كنت عايز اوريها لكم امبارح وملحقناش. بس عايز احكي لكم على حاجه كده حصلت معايا. انا كان في واحد قابلته في دهب وانا بعمل الفري دايفنج. فاكرين انتوا الفيديو اللي عملته عن الفري دايفنج؟ فكان هو من الدنمارك بس من بره كوبنهاجن. المهم يعني ان انا
حصل لخبطه كده في الويب سايت بتاع فليكس باص اللي هو بتاع الاتوبيسات ما بين دول اوروبا، وما بقاش راضي يقبل اي كارت. جربت كذا كريدت كارد، ديبت كاردز، مفيش. فالمهم كلمته وقلت له ان انا دلوقتي تقريبا اتزنقت في كوبنهاجن، ويعني بدل ما كنت همشي النهارده المفروض تقريبا كده الاسعار غليت جدا ومش عارف احجز اصلا. فهو قال لي خلاص انا هظبط لك مكان تبات فيه يومين زياده بحيث تكون الاسعار رخصت شويه. المهم ان هو جرب الكريدت كاردز بتاعته ما نفعتش، كلمهم على التليفون وحجز بطريقه تانية كده هنا في الدنمارك، يعني ليهم اكونتس من البنوك زي تحويل بنكي يعني، حاجه بما ان هو مواطن دنماركي يعني، وحجزه. المهم ان هو واحد قابلته مره واحده بس، رغم ان هو في مدينه مختلفه وفر لي مكان ابات فيه، وده اللي انا يعني على الساعه تقريبا 4 كده ولا حاجه هقابل قريبته اللي انا هروح ابات عندها، وحجز لي وبعت لي التذكره وحل لي المشكله. فيعني دايما هتقابلوا ناس كويسين، مش كل الناس وحشين ومش كل الناس عنصريين، لا يعني عادي ممكن تقابل حد يطلع فعلا جدع حتى لو كان في اخر بلاد الدنيا في الدنمارك يعني في الشمال. فانا دلوقتي هخلص اكل ونروح نكمل لف بقى في المدينه. الهوستل بتاعي هنا في منطقة اسمها نيهافن، ودي تعتبر أشهر منطقة في كوبنهاجن على انستجرام، والسبب هي البيوت الملونة والمراكب اللي مركونة وقناة المية وكده، فيعني بتطلع صور شكلها لطيف على انستجرام. ولكن نيهافن معناها النيو هاربر أو المينا الجديدة، وده بسبب ان لما السويد كانت محاصرة كوبنهاجن في فترة، جه الهولنديين بسبب ان هو بينهم زي اتفاقية دفاع مشترك ما بين الدنمارك وهولندا، فجم دفعوا عن الدنمارك وقبضوا على السويديين وخدوهم زي أسرى حرب كده، واجبروهم ان هم اللي يحفروا قناة المية دي. المنطقة اللي أنا فيها دلوقتي دي هي المنطقة الملكية، ودي اللي فيها بعض قصور من قصور كتير جدا عند العيلة المالكة هنا في الدنمارك، وكل واحد عايش في قصر لوحده. يعني مثلا ده قصر الأمير فريدريك، وبصوا طالما العلم بيرفرف كده فمعناها ان الأمير موجود جوه القصر. والأمير فريدريك عنده 50 سنة والمفروض هو ولي العهد، يعني أقرب واحد يبقى الملك، ولكن مامته اللي هي صاحبة القصر ده اللي هي مارجريت سكند هي ملكة الدنمارك حاليا، مش عايزة تتنازل عن الحكم، فهو مستني بقى ان هي تتوفى وساعتها هو يبقى الملك. بص بقى في زحمة رهيبة الناحية التانية عشان تقريبا مستنيين التغييرات بتاعة الحرس. انا شفتها امبارح بالليل كانت الدنيا فاضية.
انصحش اي حد في اي دولة عربية ان هو يجربها، وهو ان انت تروح عند بيت الملك او الامير او الرئيس وممكن تلمسه كده. طبعا انت لو جربت حاجه زي كده في بلادنا تقريبا مش هتبقى موجود عشان تحكي لنا ايه اللي حصل لك يعني. انا دلوقتي رايح منطقه مشهوره جدا هنا في كوبنهاجن، ولكن المنطقه دي قررت ان هي تفكس لكل قوانين الدنمارك وما بقوش يعتبروا حتى نفسهم جوه الاتحاد الاوروبي. ولكن الغريبه ان حصل استفتاء هنا في الدنمارك والشعب قرر ان المنطقه دي تكمل طالما بيدفعوا ضرائب وكده. والمنطقة دي اسمها كريستيانيا، وهي منطقة عبارة عن هيبيز او اللي هم الغجر. قرروا ان هم يستقلوا بالمنطقة دي كلها ويبيعوا فيها مخدرات، يعملوا فيها حفلات، بيرسموا فيها جرافيتي. ولكن المشكلة الوحيدة دلوقتي اللي هتقابلني هو ان غالبا ممنوع التصوير جوه خالص، فعشان كده انا بعمل الانترودكشن دي قبل ما اخش، عشان الصراحة مش عارف هحاول كده اصور اي حاجه في الخباثه، ولكن معرفش هعرف ولا لا. انا حاليا بصور بالموبايل من جوه كريستيانيا، واللي انا بعمله ده ممكن يودي في داهيه، بس يعني ان شاء الله خير، مش هنطلقت يعني. ممنوع ان انت تميكس المخدرات، وممنوع ان انت تدخن سجاير. بصوا دي بوابة وانت خارج من كريستيانيا، بيقول لك you are now entering the EU، يعني انت دلوقتي هتخرج من كريستيانيا وتدخل بقى الاتحاد الاوروبي. طيب انا خرجت من كريستيانيا ويعني كنت بصور في الخباثة والدنيا ماشية حلو، ولكن في الاخر كده حد قفشني وخلوني الغي اخر فيديو. فالحمد لله ما خلونيش الغي كل الفيديوهات، كانوا فاكريني ما صورتش بس. وطلعت بقى قلت ايه، بدل ما اتمسك وحد ايه يخليني الغي الفيديوهات اللي انا صورتها. انا صورت بالموبايل طبعا عشان ايه تبقى في مستخبي يعني، ما طلعش الكاميرا دي كلها. انا دلوقتي قدام اشهر فرع لبرجر كينج في التاريخ. في الحقيقه الفرع بتاع برجر كينج ده مش مشهور عشان بيعملوا مثلا برجر مميز ولا عشان اي حاجه مختلفه برجر كينج بيعملها، ولكن ده بسبب المبنى اللي برجر كينج اختاروا ان هم يعملوا فيه الفرع بتاعهم. العماره دي سنه 1728 كانت السبب في اكبر واول حريقه تحصل في كوبنهاجن. في طفل ساكن في المبنى ده عنده 7 سنين وقع شمعة حرقت البيت كله، وبسبب الرياح العالية حرقت المدينة كلها اللي فضلت 3 أيام النار مستمرة والمطافي مش قادرين يسيطروا عليها. وللأسف دي ما كانتش أول وآخر حريقة، ولكن كان في كذا حريقة بعد الحريقة بتاعت 1728. اللي ورايا دي تعتبر هي أقدم كنيسة موجودة هنا في كوبنهاجن. في كلب كمان، مبنية سنة 1100 وشوية. وفي أول حريقة حصلت هنا في كوبنهاجن الكنيسة هنا ما تأثرتش، ولكن كنوع من الحماية للمستقبل يعني قرروا إن هم يعملوا في الدور اللي فوق ده يعملوا زي أوضة كبيرة ويعملوها زي خزان مية تستحمل تقريبا 400 برميل مية، عشان لو لا قدر الله حصل اي حريقه تانية يبقى هم مستعدين. وفعلا حصل حريقه تانية زي ما قلنا سنه 1795، ولكن اللي حصل ان هم جم يفتحوا الاوضه اللي فيها الخزانات بتاعت الميه دي ما لقوش المفتاح. تحس مدام ميرفت هي اللي كانت مسؤوله عن المفتاح بتاع الاوضه دي. ففعلا بقى المره دي في جزء من الكنيسه اللي هو البرج ده اتحرق فعليا. لو بصيتوا في الكنيسه من فوق خالص هتلاقوا زي حلقه بامبا كده متعلقه، وده بسبب ان الكنيسه دلوقتي بقى في جزء منها متحف للمودرن ارت، وجزء تاني بقى مطعم وكافيتيريا. فده بسبب ان هنا معظم الكنائس بتتقفل وتتحول لحاجات تانية، لان للاسف الالحاد يعني بينتشر والناس بتبعد عن الديانات خالص. وحان وقت الهوجة. هو موضوع يعني اوفر شويه. لا، هي الهوجة بمنتهى البساطه في الدنماركي معناها الاحساس بالدفى او الاحساس بالجو الاسري، في انك تقعد جوه بيتك في الدفى
قدام النار او قدام الدفاية، تشرب حاجة سخنة، قاعد مع عيلتك، قاعد مع صحابك. بالذات يعني ان معظم الوقت في الدنمارك الجو بره بيبقى برد ومطر ورياح كتير، فالشعور الكوزي ده هتقعدوا في بيتك هو ده الهوجة. وزي ما انتم شايفين هي دي الأوضة اللي أنا هبقى قاعد فيها اليومين الجايين هنا في الدنمارك. الطنط لينيه مخلياني أقعد فيها، ولكني اكتشفت حاجة، إن البيت ده بتاع لينيه فعلا، ولكن هي مأجراه. الاتنين إنجليز متجوزين وبيدرسوا وبيشتغلوا هنا في الدنمارك، فهم ليهم أوضة وأنا ليا الأوضة دي، وإحنا الاتنين بنشير المطبخ والحمام. فإن شاء الله يبقوا يومين لطاف كده لحد ما نروح للبلد الجديدة. فما تنسوش أهم حاجة تعملوا لايك وشير للفيديو، اكتبوا لي في الكومنتس ايه رأيكم في الفيديو ده، واعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين. اما لو انتم مشتركين فدوسوا على الزرار او بتاع الجرس ده عشان يوصل لكم نوتيفيكيشن اول ما انزل فيديو جديد، واعملوا لي فولو على انستجرام عشان تتابعوا الرحلة اول باول. اشوفكم في فيديو جديد وسلام. Try